السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي مادة العلوم المتكاملة. هانت يا أبطال، امتحانكم بكرة بإذن الله. إن شاء الله ربنا يوفقكم في الامتحان بتاع بكرة. بس أنا النهاردة أو في الفترة دي حاليا جالي معلومة مهمة إن في 5 أسئلة جايين بإذن الله بنسبة، مش هنقول 80%، هنقول بنسبة 99.9% إن هم جايين بإذن الله بكرة. والله أنا لسه منزل لكم الفيديو ما كملش نص ساعة، بس أول ما جات لي المعلومة دي قلت ما بخلش عليكم بيها، وباذن الله باذن الله تدخلوا الامتحان بكره تلاقوها. خلاص، نبدا كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال عندي من ال5 اسئله اللي مهمين عندي: المخططات البيانيه التاليه يعبر عن الرقم الهيدروجيني لعينه من محلول بيكربونات الامونيوم اللي بيرمز ليها بالرمز اكس، وعينه اخرى من بيكربونات الصوديوم اللي بيرمز ليها بالرمز واي. والله يا رجاله، احنا اول حاجه نعرف الاس الهيدروجيني بيتكون من ايه. نمسك كده واحده واحده. الأس الهيدروجيني من 0 ل 14، احنا عارفين ان ده كده الرينج بتاع الأس الهيدروجيني. من 0 لغاية 7 احنا عارفين ان الجزء ده كده بيبقى جزء ايه؟ بيبقى جزء حمضي. ومن 7 لغاية 14 ده بيبقى جزء ايه؟ بيبقى جزء قاعدي. خلاص؟ نشوف العينات بتاعتنا، هل هي بتنتمي للجزء الحمضي ولا بتنتمي للجزء القاعدي؟ خلاص؟ بيكربونات الأمونيوم وبيكربونات الصوديوم بينتموا إلى القاعدية لأنه بيكربونات. خلاص، يبقى بتنتمي إيه؟ للقاعدي. يبقى أي حاجة هتبقى تحت السبعة أنا هستبعدها، وده النظام بتاعنا. نظام الاستبعاد، بحيث أقلل من نسبة الخطأ. يبقى أي حاجة تحت السبعة هقللها. طيب، تعال نشوف الاختيارات بتاعتنا اللي هي ظاهرة لكم قدامكم على الشاشة، ونشوف ونستبعد مع بعض. بسم الله. أول اختيار، طيب، أول اختيار الاتنين فوق السبعة. خلاص، يبقى كده أول اختيار اللي هو ألف لسه معايا. الاختيار ب الاتنين فوق السبعة، يبقى لسه معايا. الاختيار ج لقيت اللي إكس تحت السبعة يبقى في الجزء الحمضي، يبقى الاختيار ده مش معايا، يبقى ج دي مستبعدة. خلاص. طب د الاتنين تحت في الجزء اللي هو الحمضي، يبقى د مش معايا. يبقى أنا كده استبعدت إجابتين، يبقى أنا قللت من نسبة الخطأ. يبقى قدامي يا إما ألف يا إما ب. نشوف مع بعض. احنا عندنا حاجتين: بيكربونات الامونيوم اللي بيرمز ليها برمز اكس، وبيكربونات الصوديوم اللي بيرمز ليها بالرمز واي. في هنا رجاله اختلاف ما بينهم طبيعي، لان الرسم البياني موضح لي كده. البيكربونات احنا اتفقنا ان هي لازم تبقى فوق ايه؟ السبعه، لانها قاعديه. طيب، احنا عارفين ان الامونيوم ليه خاصيه قليله حمضيه. خلاص كده، يبقى الامونيوم يبقى لازم يبقى ايه؟ يبقى اقل في البي اتش او الاس الهيدروجيني من الصوديوم. يبقى بالتالي طبيعي اني لازم يبقى الرسم بتاعي بالمنظر ده. ادي السبعه. خلاص، الاثنين يبقوا فوق السبعه، وطبعا الصوديوم يبقى اعلى منه شويه كقاعديه، يبقى دي الواي وده الاكس. خلاص، هتلاقيها عندي فين؟ في الاختيار رقم، هتلاقيها عندي في الاختيار رقم ب. يبقى رقم ب هي ايه؟ هي الاجابه الصحيحه بتاعتي. سؤال مهم جدا، سؤال مهم بيفرق بين الطالب اللي فاهم والطالب اللي حافظ. الطالب اللي فاهم هيفهم على طول ان البيكربونات طالما الامونيوم فيه جزء حمضي يبقى اكيد هيبقى اقل من ايه؟ من القاعده. ده السؤال الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني المهم اللي معايا: من الشكل البياني المقابل الذي يوضح العلاقه بين عدد الفرائس وعدد المفترسات في 4 اشكال بيانيه، اي مما يلي اكثر استقرارا؟ طيب، بصوا يا رجاله، زي ما انتم شايفين الرسم البياني اللي قدامي، والله بالفهم كده من غير حتى ما ارجع للمنهج. انا عارف طبعا. انا دلوقتي لو عندي مثلا نظام بيئي، نظام اللي هو مثلا اللي في الغابات، لو انا عندي عدد الاسود مثلا، لو عندي 100 اسد ومثلا وارنب واحد، ايه اللي هيحصل؟ الاسود هتتغذى على الاسود. بالنسبه لي دي ايه؟ دي المفترسات. والارنب ده ايه؟ ده من الفرائس. يبقى المفترسات هتتغذى على الفرائس، يبقى كده ما عنديش نظام بيئي. ده كده ربنا خلقه لازم يبقى فيه توازن. يبقى عدد المفترسات بيبقى اقل من عدد ايه؟ الفرائس، بحيث لما يجي مثلا الاسد، لو عندي 10 اسود و100 200 ارنب مثلا، يبقى في ايه؟ في توازن، ما يحصلش طبعا تدمير كامل لايه؟ لعدد الفرائس. يبقى انا طبيعي، يبقى بديهي جدا ان عدد المفترسات بمعنى اللي هي مثلا الاسود، ده المثال بتاعي، يبقى
يبقى اقل بكتير من عدد ايه؟ من عدد الفرائس. وده اللي متحقق معايا في الاختيار رقم 2. يبقى ده اللي متحقق معايا في الاختيار رقم 2. ده سؤال مهم جدا وركز عليه. السؤال اللي بعده: ما الروابط الكيميائية الموجودة في جزيء ماء واحد؟ جزيء ماء واحد احنا عارفين يا رجالة ان H2O ده كده ايه؟ ده جزيء المية، عبارة عن ال O مرتبطة ب H مرتبطة ب H، يبقى ده كده ال H2O. الروابط اللي عندي دي يا رجالة روابط ايه؟ هتلاقيها في الاختيار رقم اللي قدامك، الاختيار الأول اللي هو رابطتين تساهميتين أحاديتين. يبقى دول كده ايه؟ روابط تساهمية أحادية. يعني دي رابطة تساهمية ودي رابطة تساهمية، يبقى روابط تساهمية ايه؟ أحادية. يبقى الروابط اللي بين ذرتي اللي هو أو جزيء المية روابط ايه؟ روابط تساهمية. ده سؤال مهم كمان، ده السؤال الثالث، سؤال مهم جدا وممكن يجي بإذن الله بنسبة كبيرة في الامتحان. السؤال اللي بعده سؤال مسألة حسابية. السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي عينة من ماء بحر كتلتها 250 جرام عند درجة حرارة 4، فإن حجم تلك العينة. أول حاجة أطلع المعطيات بتاعتي من غير ما أركز في أي حاجة في السؤال. عينة ماء بحر كتلتها، يبقى كتلة 250 جرام. ماشي يا مستر. عند درجة حرارة 4 درجة. حلو كده. عايز حجم ايه؟ حجم العينة اللي عندي. يبقى انا كده رجاله مديني الكتله، مديني درجه حراره، مديني الحجم. والله مستر احنا خدنا في القوانين بتاعه العلوم المتكامله ان الحجم بيساوي يا رجاله بيساوي الكتله على الكثافه. مظبوط يا مستر؟ طب والله يا مستر هو مش مديني هنا الكثافه، امال مديك ايه؟ مديني الكتله. خلاص يبقى معايا، يبقى انا اصبح يا رجاله اللي انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الكثافه. طب هو مديني درجه الحراره، استفاد بايه؟ فاكر يا اللي مذاكر درس الدوره بتاعه دوره الميه ان درجه الحراره عندي، او درس الكثافه، ان درجه الحراره عندي عند 4، بيبقى الكثافه بتاعتي بكام؟ جدع واللي مذاكر هو اللي هيقول ان الكثافه عندي بتبقى في اعلى درجه ليها كثافه بتبقى 1. فاصبح عندي اللي انا درجه حراره جبت منها الكثافه ب1، اصبح اللي انا قسمت ال 250 على الواحد اصبح عندي ب 250. ده الحجم بتاعي. سؤال مش صعب، سؤال سهل، ولكن درجه الحراره هي اللي انا قدرت اجيب منها الكثافه. والسؤال ده سؤال مرتبط بكذا جزء من المنهج، سؤال مهم ان انت تركز فيه. يلا يا رجاله مكملين. السؤال الخامس سؤال مهم جدا. من الشكل البياني المقابل يتضح انه برفع درجة الحرارة فإن معدل ذوبان الاكسجين ومعدل ذوبان ثاني اكسيد الكربون. سؤال مهم، سؤال مهم، واحنا حليناه كذا مرة في الفيديوهات اللي فاتت، حليناه كتير وعرفنا حاجة مهمة جدا وكنت قايل لكم عليها. السؤال ده لما جالي قالوا لي ان هو جاي في الامتحان، انا يعني قلت الحمد لله ان انتوا الناس اللي كانت مراجعه معايا، لان احنا حفظناه. يعني انا حتى بالنسبه لي ده مش مفاجئ ليا لان احنا حافظينه. بصوا يا رجاله، في الميه عندي سؤال دايما بيبقى حافظينه وفاهمينه. عند رفع درجه الحراره بتاعه الميه، ايه اللي بيحصل للاكسجين وثاني اكسيد الكربون الاثنين معا؟ لما برفع درجة الحرارة ما بعرفش او ما بيحصلش ذوبان للاكسجين وثاني اكسيد الكربون، ما بيحصلش ذوبان خالص. فلما برفع درجة الحرارة الشمس بتنزل عندي في المية، ما بيحصل عدم ذوبان للاكسجين وعدم ذوبان لثاني اكسيد الكربون. وسؤال لسه حلينه النهارده في الفيديو اللي فات، اني لما برفع درجه حراره الميه ان السمك او الكائنات البحريه اللي عندي بيحصل لها ايه؟ دي زياده من عندنا، بيحصل لها صعوبه في التنفس، لان مفيش اكسجين ومفيش ثاني اكسيد الكربون. وممكن برضو لما يحصل عندي عدم ذوبان للاكسجين وثاني اكسيد الكربون، لو الدنيا رفعت درجه الحراره، يبقى برضو ما يحصلش عمليه البناء الضوئي للكائنات اللي هي بتعيش
ذاتيه التغذيه زي الطحالب ما يحصلهاش عمليه البناء الضوئي بسبب رفع درجه الحراره. يبقى في رفع درجه حراره الميه دايما بيحصل عيوب او بيحصل مساوئ، ما بيحصلش مزايا وحاجات يعني كويسه تفيد الكائنات البحريه، دايما بيحصل حاجات مساوئ. طبعا يا رجاله دي 5 اسئله مهمين جدا جدا. في سؤال برضو مهم جدا جدا في الفيديو اللي فات اللي احنا لسه حالينه من ساعه، لسه نازل من ساعه. السؤال ده مهم جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. سؤال مهم شوفوه يعني، لانه نسبه 100% مش 99 كمان و9 باذن الله جاي. يا رب تكون استفدت من الفيديو، وباذن الله في اول باول لو في اي حاجه سيب لكم رقم الواتساب بتاعي تحت لو عايزين اي تواصل. شكرا.